السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شباب ثالث ثانوي دفعة الأدبي. معاكم مستر محمد عصام مدرس الاستاتستكس. إن شاء الله إحنا مع بعض النهاردة هشرح لكم كده، ألم لكم المادة زي ما بيقولوا، تمام؟ أهم النقط وأهم التريكات والرولز اللي إحنا نحتاجها جدا جدا جدا، وهنستخدمها كتير جدا جدا لما نيجي نحل الإيه؟ النماذج الاسترشادية، تمام؟ فركز معايا واحدة واحدة، الموضوع سهل وبسيط، ما تكبرش الموضوع، تمام؟ وان شاء الله ان شاء الله هتبقى خارج مطمن من الماده كده وحالل، والدنيا تبقى جميله، تمام. كل اللي عليك ان انت بس تبذل اقصى حاجه عندك وتعمل عليك بالزياده قوي، وان شاء الله ان شاء الله ربنا هيجازيك خير وهيوفقك. طيب بص يا دكتور، احنا عارفين ان انا عندي كام شابتر؟ عندي 5 شابتر، تمام. طيب اول شابتر كان بيتكلم عن حاجه اسمها كورليشن وريجريشن. طيب تعالى يا مستر كده لما تيجي تفكرني معلش بالكورليشن والريجريشن. كورليشن وريجريشن، اول حاجه هنتكلم عنها الكورليشن. الكورليشن دي معناها ايه؟ معناها ارتباط. حلو الكلام. وخدناها عن طريق حاجتين، يا اما دايجرام رسومات، تمام، يا اما بالفاليوز. طيب انا اهم حاجه عندي نوعين مهمين جدا، البيرفكت دايركت والبيرفكت انفرس. كلام جميل. طيب يا مستر، هو الكورليشن كوفيشنت او بمعنى صح معامل الارتباط عندي بيبقى اسمه ايه؟ ار. حلو الكلام. الار دي الفاليو بتاعتها بتبقى من نيجاتيف 1 لحد ال 1، يعني ما ينفعش تبقى اعلى من نيجاتيف، يعني ما ينفعش تبقى نيجاتيف 1.1 او نيجاتيف 1.2، لا انت كده ماشي غلط، تمام. وما ينفعش تبقى مثلا 1.1 او 1.2، لكن تبقى بين القيمتين دول، بين النيجاتيف 1 وال1، واي ارقام بينهم تبقى بنيجاتيف 1 او 1، واي ارقام ايه بينهم. كلام جميل جدا. طيب انا عندي دي لو ب1، 1 دي يا جماعه تبقى ايه؟ تبقى بيرفكت دايركت زي ما انا قلت لك، بيرفكت ايه؟ دايركت. طيب هنا لو نيجاتيف 1 هتبقى برضو ايه؟ بيرفكت، بس ايه؟ انفرس. طيب استسمح حضرتك تركز معايا في النقطه دي جدا بقى، يعني المعلومه الاولى دي مهمه جدا. لما يجي يقول لك سؤال which of the following is the strongest correlation، يا مستر بيديني ارقام بوزيتيف ونيجاتيف، اختار مين؟ اركن النيجاتيف على جنب، كان يعني مش تركن الارقام النيجاتيف، لا شيل اشاره النيجاتيف دي كانها مش موجوده، تمام. واختار اعلى قيمه من الاربعه عندك تبقى دي السترونجست كورليشن. اتفقنا؟ ركز معايا. يبقى تاني يا مستر، هو امتى يطلب مني strongest correlation واختار انهي واحده؟ مثلا يقول لك كده which of the following، انا هكتب لك السؤال اكزامبل بسيط كده. strongest correlation. حلو الكلام. طيب ويديك مثلا اختيارات، يقول لك ايه؟ 0.68 ومثلا نيجاتيف 0.93 و 0.57 ودي نيجاتيف 0.7. حلو الكلام. طيب انا عندي قيمتين بالنيجاتيف عادي، يعني كان النيجاتيف دي يا جماعه مش موجوده، هتعامل كان النيجاتيف دي ايه؟ مش موجوده. طيب واحده واحده، انا عندي 0.68 و0.93 و0.57 و0.7، اختار مين؟ بختار اعلى واحده اللي هي مين؟ اللي هي دي. يا مستر دي نيجاتيف مش فارقه معايا. ده امتى يقول كده؟ امتى اختار الكلام ده؟ وركز معايا في المعلومه دي كويس جدا. لما يقول لك سترونجست كورليشن ما قالش لا دايركت ولا انفرس. لو دايركت او انفرس الموضوع بيختلف، وركز معايا في الحته دي. اللهم بلغت. طيب ده كده قصتي مع اول جزئيه خالص، تمام. لما بنتكلم عن الار بتبقى بكام وفين والكلام ده كله. طيب تعالى معايا بقى نخش على حته الايه؟ على حته الدياجرام. ثانيه واحده نعمل كلير خالص، تمام. تعالى انا عندي الدياجرام ده اهو، في بالمنظر ده كده. بصوا يا جماعه، انا عندي ادي اهو دايركت اكتبه فوق، وادي الانفرس هنا اهو. بالراحه واحده واحده وركز معايا. انا عندي الدايركت ده يا جماعه، انت فاكر من ايام الساينس يا عم في اعدادي كان عندك الدايركت ايه؟ بيبقى كده صح؟ بيبقى خارج من الزيرو وطالع كده، لا يمين ولا شمال، صح؟ طيب الانفرس عندي بيبقى عامل ازاي؟ بيبقى عامل كده برضه، احنا فاكرين كده من زمان. طيب انا يا مستر ما بعرفش افرق بين دي وما بين
دي وما بين دي. بالراحه. بص يا دكتور، تعال نمسك الدايركت مع بعض. الدايركت ده طالما طالع خط واحد كده والنقط بص ماشيه تحسها نمل ماشيين مع بعض كده في صف واحد، تمام؟ تعرف ان دي على طول ايه؟ بيرفكت. على طول ما تضيعش وقتك، دي على طول ايه؟ بيرفكت. طيب تعالى معايا هنا. هنا هتلاقي النقط مش حاجه واحده، هتلاقيها بص في مسافات صغيره قوي 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 كده، تمام؟ تبقى دي على طول ايه؟ بيرفكت سترونج. سوري دايركت سترونج، اسف. دايركت سترونج. طيب تعالى معايا هنا. ماشي؟ هنا انفرس، كده كده احنا عارفين طالما الخط ماشي كده يبقى ده انفرس. طيب ده نوعه ايه؟ نفس القصه هنا بالظبط، طالما ماشيين ورا بعض هنا برضو ماشيين ورا بعض كده ملتزمين، فدي تبقى بيرفكت. تمام؟ وهنا هتبقى سترونج. ودي برضو يا جماعه الاسئله المشهوره جدا. هتلاقي سؤال، اول سؤال بيتكلم عن مين فيهم سترونجست كورليشن، وتاني سؤال بيتكلم عن مين فيهم بيرفكت دايركت او انفرس او اسمه ايه ده، سوري انا اسف، دايركت سترونج او انفرس بيرفكت او انفرس سترونج. تمام؟ هيدي لك رسمه ويقول لك، او يدي لك مثلا المعلومه ويقول لك انهي رسمه فيهم الكلام ده. تمام؟ كده الموضوع خلصان. ده كده اول جزئيه. تعال معايا بقى لما انا بحلها بطريقتي. انا ما حلتش غير قانونين يا مستر. تمام؟ اول واحد عم اكسبيرمنتس بيقول لك ايه؟ ان سميشن اكس واي ماينس سميشن اكس سميشن واي على روت كده رايق ان سميشن اكس باور 2 ماينس سميشن اكس اول باور 2 باي روت ان سميشن واي باور 2 ماينس سميشن واي اول باور 2. تمام؟ كده بص الرول دي كده كده لازم تحفظها كويس جدا. طيب تعالى بقى نعرف ازاي نحل يا مستر دي. انا هقول لك الموضوع سهل جدا. انا عشان احل مساله زي كده هو هيداني على طريقتين، يا اما يديني معلومات جاهزه يقول لك سميشن اكس ايكوال كذا والان بكذا وسميشن اكس واي بكذا وسميشن اكس باور 2 ايكوال كذا وسميشن واي باور 2، ساعتها هتعوض بالرول والدنيا زي الفل، الدنيا عسل جدا. تمام؟ طيب في طريقه ثانيه يا مستر، اوقات بيجيب لي النوع الثاني من الاسئله. ايه يعني ايه النوع الثاني يا مستر؟ انت قلت لي النوع الاولاني، فين النوع الثاني؟ النوع الثاني يا دكتور هو بيدي لك تيبل كده في اكس وواي، تمام؟ ويدي لك شويه ارقام. حلو الكلام؟ فانت هتاخد الارقام دي تقوم انت عاملها في تيبل لوحده. اكس واي بتعمل كده، ادي الخانتين اهم هتكتبهم زي ما هم. بعد كده هتكتب هنا خانه جديده اكس تايمز واي، بعد كده اكس باور 2، بعد كده واي باور 2. مستر هي خانات اللي هي الاكس واي والاكس باور 2 والواي باور 2، هو انا ينفع اجيب اكس باور 2 الاول والواي باور 2 تاني وتخلي اكس تايمز واي في الاخر؟ ما عنديش مشكله، انا مش فارقه معايا ترتيب الخانات، مش فارق معايا، اهم حاجه تكون كاتب الكلام ده بس. تمام؟ هتكتب الارقام اللي هنا هتكتبها هنا، والارقام اللي هنا هتكتبها هنا. تمام؟ وتبدا تحل مسالتك عادي جدا. بعد كده في الاخر بتجيب السمشن اللي هي التوتال. تمام؟ جبت التوتال السمشن بتاع الاكس وسمشن الواي، وكده بقى معاك سمشن الاكس واي، وكده معاك سمشن الاكس بار 2 وسمشن الواي بار 2. طب يا مستر معلش سؤال بسيط، انجز، عايز ايه؟ هو الان ده يا مستر هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن عدد الفاليوز. يعني مثلا هنا لو 1 2 3 4 5، هنا مثلا لو 5 ارقام وتحت 5 ارقام، اوعى تسخن منك وتقول لي ان الان كده ب 10. لا يا معلم، الان دي هي عدد الداتا اللي هي ايه؟ انا بعد اي رو منهم، بعد اي صف منهم. ادي 1 2 3 4 5 يبقى الان بخمسه. طب مش هعد اللي تحت مش هتفرق. تمام؟ لان دي على بعضها كده، يعني دي كده على بعضها بحسبها بواحد يعتبر. فهمت اللعبه؟ بس فانت احسب ايه اللي في اول رو او تاني رو، مش هتفرق، الاثنين اصلا كده كده يبقوا نفس العدد. طيب دي كده قصتي. طب يا مستر معلش انت نسيت الرانك. تعالى يا معلم، انا لما يقول لي عايز يجيبها بالرانك بعمل ايه؟ اهو الار ايكوال 1 ماينس واشد فراكشن. خلي بالك ال1 ماينس بره الفراكشن، في اوقات كده بزعق لك عشان انا خايف عليك يلا. تمام؟ يبقى 1 ماينس واشد فراكشن. يلا بينا. 6 سمشن دي باور 2 اوفر ان في ان باور 2 ماينس 1. طيب الطريقه دي يا جماعه انا استفيد بيها ايه او اعمل بيها ايه؟ ايه الدي دي اصلا يا مستر؟ الدي دي عباره عن ايه يا باشا؟ عباره عن حاجه اسمها رانك. يعني ايه رانك؟ انا هقول لك. يعني مثلا بيديك برضو اكس وواي بالمنظر ده. خلي بالك جت كذا مره مقالي في النماذج الاسترشاديه، كده كده بالمناسبه احنا حلينا يعني موجوده في فيديو برضو هتلاقيها عند حضرتك محلوله لو حبيت تراجع عليها او تطلع عليها. طيب انا عندي هنا الاكس والواي اهم.
تمام، مجموعه من الارقام او ايا كان او التقديرات او الحاجات دي كلها. طيب انا اول حاجه بدي لها الرانك. طب انا يا مستر معلش ممكن تفكرني بالتيبل اللي كنت بعمله اهو، ادي الاكس، ادي الواي، ادي الار اكس، ادي الار واي. بعد كده بجيب الدي. الدي دي عباره عن ايه يا جماعه؟ عباره عن الار اكس ماينس الار واي. تمام، الار اكس ماينس ايه؟ الار واي. في ناس برضو عندها المعلومه بتقول لك ايه يا مستر، انا ممكن اعمل الكبير ماينس الصغير. يعني مثلا هنا 1 و4 فهتعمل الكبير ماينس الصغير، 4 ماينس 1 كام؟ 3. تمام. في ناس ثانيه عارفه او بتحلها بتقول ايه يا مستر، انا عامل ار اكس ماينس ار واي يعني 1 ماينس 4 تدينا نيجاتيف 3. مش هتفرق، انا مش فارقه معايا خالص دي او دي، الاثنين في الاخر الناتج ان شاء الله يطلع معانا صح، مش هتفرق. طيب نفس الكلام بعد انت كده قلنا الاكس والواي، ار اكس ار واي والدي. بعد كده تاني خانه او اخر خانه هي الدي ايه؟ الدي باور 2. طيب تعالى معايا فكر كده يا دكتور، الدي باور 2 ده عباره عن ايه؟ عباره عن الدي. لما يجي لك رقم بالنيجاتيف وحضرتك هتكتبه في الخانه دي، لازم لما تيجي تحسبه على الاله بعد اذن حضرتك تكتبه كده نيجاتيف 3 باور 2. تكتبها على الاله كده، لانك انت لو نسيت البراكت تمام هيطلع الناتج بالنيجاتيف، فانت المساله باظت كده خلاص، باي باي. لازم التيبل ده يا جماعه كله، التيبل ده كله يطلع معايا ارقام بوزيتيف. مستحيل 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 يطلع ارقام نيجاتيف. طب انا يا مستر ازاي اطلع ارقام بوزيتيف؟ عشان انت بس ناسي الماث شويه، فانا بفكرك بتعمل براكت تمام، وتكتب الرقم اذا كان بوزيتيف او نيجاتيف تعمله باور 2 بره، والباور 2 تتكتب بره. يعني بص، ما تكتبش نيجاتيف 3 كده باور 2، لا غلط. ما تكتبش مثلا نيجاتيف 3 باور 2 والبراكت بره، لا غلط. المفروض تكتب نيجاتيف 3 بتوين براكت باور 2. دي اللي ايه؟ اللي صح مليون المية. تمام؟ تمام. دي قصتي مع اول جزئيه من شابتر 1. طيب الجزئيه الثانيه يا مستر بتتكلم عن ايه؟ تعالى معايا، انا هديك فرصه كده عشان حبيت ايه تاخدها سكرين شوت ليك او حاجه. طيب الجزئيه الثانيه بتقول ايه؟ تعالى معايا كده. الجزئيه الثانيه بتقول لك او بتتكلم عن حاجه اسمها ريجريشن، الانفصال. تمام، انا عندي ترابط وعندي انفصال. احنا دلوقتي شرحنا الترابط النوعين بتوعنا تمام، ودلوقتي هكلمك عن الانفصال. الانفصال دي هي ليها ايكويجن بتساوي ايه يا جماعه؟ ال a y equal a plus b x. طيب واحده واحده، انا ما ينفعش اجيب الايه، لازم اجيب البي الاول. طب تعالى نجيب البي. البي بتساوي ايه؟ هي قريبه جدا من قانون الايه؟ الكورليشن. هي البي بتساوي ان سمشن اكس واي ماينس سمشن اكس سمشن واي على سمشن سوري ان سمشن اكس باور 2 ماينس سمشن اكس اول باور 2. طيب كلام جميل وكلام منطقي، معيش دي سمشن عشان بس لو مش واضحه. تمام. طيب في مشكله حد هنا؟ ده انا كده قدرت اجيب البي. طيب بعد اذن حضرتك انا برضو هديك ملحوظات صغيره جدا. دلوقتي انا المفروض اطلب مني مثلا ايكويشن اوف لاين ريجريشن، حلو الكلام، او ايكويشن لاين اوف ريجريشن. انا اجيبها ازاي؟ لازم اجيب البي والاي. طيب انا عشان اوفر عليك وقت انا بعلمك دلوقتي، يعني الفيديو ده بيقول لك ازاي تعرف تنجز وقتك في الحل. تمام. طيب انا عشان اعرف يا مستر يعني لما اجي احل بدل ما اجيب البي والاي، هات البي الاول وشوف طلعت بكام. مثلا طلعت ب 0.3 مثلا، حلو الكلام. انا هدور على البي دي عندي في الاختيارات، مثلا يقول لك الواي ايكوال 2 بلس 0.3 اكس، والواي ايكوال مثلا 2 بلس سوري 0.4 اكس. خلينا زي ما احنا يا عم، خلي دي بلس ماشي. وسي يقول لك الواي ايكوال 2 بلس اسف 2 ماينس 0.3 اكس، والدي مثلا يقول لك واي ايكوال 2 بلس 0.5 اكس. واحده واحده، انا طلعت البي بكام؟ مش ب 0.3. طيب تعالى فكر معايا، البي دي مش جنب الاكس، انا هدور هنا على الارقام اللي جنب الاكس اللي ب 0.3. لو لقيت واحده بس موجوده يبقى انا هختارها، تبقى دي الاجابه، ما تعبش نفسي بقى واجيب الايه، خلاص مش فارقه. فهمت قصدي؟ طيب افرض يا مستر لو مديني مثلا اختيارين يقول لك مثلا الواي ايكوال هنا كده مثلا زي دي كده، بدل ما يديك اختيار واحد بس فيه 0.3 لا هيدي لك 4 اختيارات منهم اختيارين البي هي نفس البي هنا. تمام. خلاص انا كده هضطر اجيب الايه. طب اجيب الايه عن طريق ايه؟ انا علمتك طريقه شيك شويه. ادي الاكس، هجيب الاكس الاول بكام؟ سمشن اكس اوفر ان، واجيب الواي بكام؟ سمشن واي اوفر الان. عظيم. طيب وبعد كده ابدا اعوض، ماشي، اعمل سبستيتيوشن، ماشي، واجيب الواي ايكوال ايه، سوري الواي ايكوال ايه بلس بي اكس. تمام. انا كده هيبقى معايا الاكس
ومعايا الواي ومعايا البي اللي انا جبتها من شويه من الرول، ويبقى كده هجيب الايه عادي شيفت سولف. فانا طيب دي كده الجزئيه بتاعتي. بالمناسبه مستر ساعات بيطلب مني عايز يحسب الايرور. طيب الايرور يا باشا بيساوي ايه؟ بيساوي الواي اللي في التيبل ماينس الواي اللي انت طلعتها. ماشي؟ يعني يا مستر الايرور لازم يطلع بوزيتيف؟ لازم يطلع رقم بوزيتيف. اي ايرور في الدنيا في المنهج عندك لازم يطلع بوزيتيف، ما ينفعش يطلع نيجاتيف خالص. طيب يا مستر معلش انا الابسوليوت فاليو عندي في الكالكوليتر انا بتوه فيها والله، مش فاكر فين في الاله. يا عم خلاص انسى دي كلها. عارف بعمل ايه؟ طيب هو كده كده هيديك قيمه، يعني يقول لك مثلا انا لما كنت دورت عليها في التيبل طلعت معايا الواي بكذا، وهات لي بقى وعندي الواي مثلا لما كانت الاكس بكذا، عايز الايرور. طب واحده واحده، انا كده كده هجيب الواي الثانيه. تمام، هجيب الواي الايه الثانيه. هو كده كده هيكون مديني، انا عندي قيمتين من الواي صح، واحده هيداني في المساله والثانيه انا هيديني اكس فانا هعوضها في الايكويشن. اتفقنا؟ طيب هيطلع لي واي ثانيه، فبالتالي هعمل ايه؟ واي الكبيره ماينس واي الصغيره. ده يا جماعه بديل للرول بتاعت الايه؟ الابسوليوت فاليو. تمام؟ ان انت تعمل الكبيره ماينس الصغيره تطلع معاك ايه؟ رقم بوزيتيف، تقوم مختاره على طول الموضوع خلص. اتفقنا؟ طيب دي كده قصتي يا جماعه مع شابتر 1. يعتبر احنا لمينا فيه كل الاجزاء اللي احنا عايزينها، مفيش حاجه ناقصانا ان شاء الله. طيب تاني حاجه بقى يا جماعه عندنا شابتر 2. نخش على شابتر 2 الجميل. شابتر 2 الجميل ده يا جماعه ده جديد عليك. تمام؟ في جزئيه كده فيها حته بتاعت اعدادي شويه، اللي هي المين والميديان صح والمود. تمام؟ طيب والمين ده بنقول عليه ساعات اريثماتيك مين، ده شغال وده شغال. طيب واحده واحده. الشابتر 2 ده يا جماعه امره سهل جدا. انا عندي بالنسبه لي الجزئيه بتاعه ابتدائي ايه؟ مود هو عباره عن ايه؟ اكتر رقم متكرر. سامحني على خطي. تمام؟ الرينج بجيبه ازاي؟ بشوف اكبر رقم تمام ماينس اصغر رقم، بشوف اكبر رقم واعمله ماينس ايه؟ اصغر رقم، يبقى greatest value ماينس smallest value. كلام جميل. طيب تعالى معايا في المين بقى. المين ده يا دكتور عباره عن ايه؟ المين ده عباره عن sum of values over a number of values. كلام لذيذ جدا، مفيش اي حاجه، احنا متعودين على الكلام ده. الجديد بتاعنا بقى او مش الجديد اللي احنا ناسينه بمعنى صح، الميديان. الميديان عشان اجيبه يا جماعه بعمل كذا حاجه. اول حاجه ايه؟ الرينج، برتب من الصغير للكبير. خلي بالك والله في ناس بتحب تحط التاتش بتاعته تقول لك رتب من الكبير للصغير، عادي الاثنين صح. طيب يبقى انت اول حاجه الرينج ascendingly عشان احنا متعودين على كده. طيب تاني حاجه مثلا انا عندي حوالي 5 ارقام. حلو الكلام اهو. ادي لما رتبتهم طلعوا معايا 5 ارقام اهو، 1 2 3 ادي 4 ادي 5. ماشي؟ رتبتهم من الصغير للكبير. اعمل ايه؟ اول حاجه يا جماعه انا بشطب الاولاني مع الاخير والتاني مع الاخير وهكذا، افضل اشطب واحد من هنا وواحد من هنا لحد ما يبقى لي الرقم. الرقم ده يا جماعه هو بيبقى الميديان. بس احنا كبرنا في ثانويه عامه دلوقتي يا شباب، بقى حاجه اسمها Q2. يعني Q2 هي الميديان. اتفقنا؟ طيب دي اول حاجه احنا اتعلمناها، او بمعنى صح خدناها في اعدادي، ان احنا ازاي هيديني شويه فاليوز كده. تمام؟ شويه ارقام كده مش مترتبه، وانا برتبهم وبجيب الايه؟ الميديان لو طلب، اجيب الرينج لو طلب، اجيب المود لو طلب، والمين لو طلب. طيب عندنا حاجتين جداد طلعوا بقى معانا، ايه هي؟ اول حاجه الكيو 1. حلو الكلام؟ والكيو 3. الكيو 1 والكيو 3. طيب بص يا دكتور، الكيو 1 اول حاجه عشان اقدر اجيب الكيو 1 او الكيو 3 لازم اجيب الاوردر بتاعه. طيب انا اقول لك قانون الاوردر الاول. قانون الاوردر بيساوي كام؟ الاوردر بيساوي 1 اوفر 4 تايم ان بلس 1. الان دي اللي هي مين يا جماعه؟ هي عدد الارقام اللي عندي. يعني مثلا انا بشوف كام رقم، مثلا 11 رقم. حلو الكلام؟ يبقى الان ب 11. فهمت اللعبه؟ مثلا طلعوا 9 ارقام يبقى الان بكام؟ ب 9 وهكذا. طيب الكيو 3 عباره عن ايه؟
عباره عن 3 اوفر 4 تايمز ان بلس 1. طب مستر معلش بالمره الكيو 2 عشان احنا برضو خدناها. الكيو 2 بقى بتاعت ثانويه عامه عندنا عباره عن ايه؟ اللي هي بمعنى صح الميديان ايه تحت كذا مسمى يعني مش هنختلف. تمام بتساوي 1 اوفر 2 في ان بلس ايه 1. يعني بدل يا مستر يعني معلش برضو انت دلوقتي حليت لي كيو 2 قلت لي هنقعد نشطب والحياه حلوه وجميله. ايه ده؟ واحده واحده. انا امتى استخدم الرول دي؟ لو هو مديني فاليوز كتير قوي فانا عايز اعرف هو هيبقى الاوردر بتاعه بكام. فهمت اللعبه؟ انا كل ده بحسب ايه؟ اوردر. كل ده انا بحسب اوردر، يعني انا بعرف مركزه فين. هو مركزه الاول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع ولا الخامس ولا السادس ولا السابع ولا الثامن. فهمتوا؟ طيب والله يا مستر اوقات الاوردرز دي الاوردر ده يطلع معاه حاجه من الاثنين. يا يطلع معايا ديسيمال يا اما يطلع معايا انتجر. عايز اقول لك لو طلع معاك انتجر يعني يبقى مساله جميله، يبقى راجل جدع. تمام؟ طيب يطلع معاك انتجر هتعمل ايه مثلا؟ لو مثلا قال لي الكيو 1 لما جيت حسبتها هنا بالرول دي طلعت معايا مثلا ب 3. حلو الكلام؟ يبقى انا هشوف المركز الثالث او ما انا مثلا عندي الارقام هنا اهو هرص لك شويه ارقام. كفايه كده. تعال نعد مع بعض. ادي الاول ادي الثاني ادي الثالث ادي الرابع ادي الخامس وزود واحده كمان عشان خاطري اهي ادي السادس. طيب هو انا قلت لك لما حسبت كيو 1 مثلا الكيو 1 عندي طلع بانتجر طلع ب 3. يبقى انا هدور على المركز الثالث ادي 1 2 3 ادي المركز الثالث يبقى ده الايه؟ دي الفاليو دي الايه؟ الفاليو اوف كيو 1. نفس الكلام اللي بيحصل ده اللي هيطبق على كيو 1 هيطبق على كيو 2 هيطبق على كيو 3. ماشي؟ طيب يبقى لو طلع لي انتجر يا مستر انا بدور فين؟ في الارقام واختاره اقول ده اهو يلا الحمد لله اقوم مختار. تمام؟ ده بعد ما ارتب من الصغير للكبير. طيب تعالى معايا بقى افرض طلع معايا ديسمال والعياذ بالله يعني لو طلع معايا مثلا كيو 1 او كيو 2 او كيو 3 ديسمال عشان اجيب الفاليو بتاعته تعالى ندي كده مثلا اكزامبل. هقول لك مثلا كيو 1 ده طلع ده اكزامبل اهو ب 2.5. حلو؟ طيب 2 ونص ده يبقى بين مين ومين؟ ادي اهو ادي المركز الاول الثاني الثالث 2 ونص ده هيبقى هنا كده في النص ده. طيب انا عشان اجيب الفاليو بتاعته هعمل ايه؟ انا عندي هنا ده اسمه بريفيوس فاليو وده اسمه نيكست فاليو. يبقى انا عشان اجيب الكيو 1 اجيبها كفاليو وركز معايا عشان في فرق بين الاوردر والفاليو. طيب عشان اجيب الكيو 1 طيب اجيب الكيو 1 ازاي؟ اول حاجه هقول البريفيوس بلس النكست ماينس البريفيوس تايمز البريفيوس اوردر. سوري انا اسف الاوردر اللي طلع لي الاوردر اللي انا طلعته اللي هو ده مثلا اللي هو ماينس البريفيوس اوردر واحسبها يا باشا تطلع زي العسل بسكوته. تطلع كده بص ما فيهاش غلطه. نفس الكلام اللي هيتم مع كيو 1 هيتم مع كيو 2 هيتم مع كيو 3. طيب انا عندي اشكال كتير انا متعود عليها. اول شكل بيبقى اسمه بوكس بلوت ده اشهر واحد وخلي بالك خلي بالك ده على طول بيجيب الايه بتتسال فيه. بس قبل حته الرسومات معلش عشان انا الم لك القوانين كلها ايه في بوردايه واحده كده. تمام بص كده انا عشان اجيب حاجه اسمها انتر كوارتايل رينج وده سؤال مشهور جدا كل نموذج يجي منه سؤالين ثلاثه. حلو؟ طيب انتر كوارتايل رينج يا جماعه بيساوي ايه؟ بيساوي كيو 3 ماينس كيو 1 واسكت ما اتكلمش. في مشكله لحد هنا؟ طيب تعالى معايا ادي سيمي انتر كوارتايل رينج. احسبها ازاي يا مستر؟ هي دي بس بعمل ايه؟ كيو 3 ماينس كيو 1 اوفر 2. بالله عليك ركز في فرق بين انتر كوارتايل وفي فرق بين سيمي انتر كوارتايل. بالله عليك في فرق ركز في دي كويس جدا. في فرق بين الانتر كوارتايل والسيمي انتر كوارتايل. الانتر كوارتايل عباره عن كيو 3 ماينس كيو 1. السيمي انتر كوارتايل عباره عن كيو 3 ماينس كيو 1 اوفر ال 2. وده المنظر ده يا جماعه اهو قدامكم. انا سايب الدنيا فاضيه كده عشان ايه لو حبيت تاخد سكرين شوت او حاجه. ده المنظر بتاع اي قانون هتحتاجه وانت بتحل
في شابتر 2 هو هتلاقيه هنا، بس فاضل لي حته صغيره جدا اللي هي بتاعه الاشكال اللي هنشوفها، تمام؟ اللي هي بتاعه الكيو 1 والكيو 2 لما يكون مديلي انترفلز. طيب تعالى معايا كيو 1 وكيو 2 وكيو 3. طيب يبقى انا كده المنظر ده بنستخدمه لما يكون عندي داتا عاديه جدا. داتا ايه؟ عاديه. كل ده اهو داتا، انا هكتبها لك هنا، داتا عاديه. طيب تعالى معايا بقى لما يجيب لي انترفلز او بوكس بلوت او الكلام ده كله. احنا هنبدا بالانترفلز الاول عشان ايه؟ نريح دماغنا منها لانها رخمه شويه. طيب الانترفلز يا جماعه حساباتها بتبقى مختلفه شويه. هو اصلا كده كده ممكن يدي لك في سؤال تشوز، وهتلاقيه برده في النماذج بتاعه الاسترشاديه اللي احنا حليناها مع بعض، او في الفيديو اللي هتلاقيه ان شاء الله نزل لك في الكلام ده. طيب واحده واحده. هو بيدي لك على صيغه انترفلز. ازاي انترفلز؟ انا هقول لك. بيدي لك مثلا يا اما يدي لك جدول وانت تضطر تطلع الاكيوميليتيف فريكونسي، يا اما هو هيطلع لك الاكيوميليتيف فريكونسي جاهزه، فهتبدا تحل على طول، تجيب كيو 1 وكيو 3، تجيب الاوردر بتاعه بعد كده الفاليو والكلام ده كله. طيب تعالى فلنفترض كده احنا هيدي لك المنظر ده كده، يقول لك مثلا 25 و30 و35 و40 مثلا. حلو الكلام. و45 2 4 كفايه. وهنا مثلا اقول 5 8 10 10 و7 و20 مثلا. حلو الكلام مثلا. تعالى انا بديك مثال. انا عشان اجيب الكيو 1 هنا، تمام، لازم اعمل اول حاجه الاوردر. عشان اجيب الاوردر تبقى ان اوفر 4. خدت بالك اللي فاتت تمام كانت 1 اوفر 4 في ان بلس 1، هنا ان اوفر ايه؟ هنا ان اوفر 4. طيب الكيو 3 هتبقى ايه؟ 3 اوفر 4 تايمز الان. بالمناسبه دي ان اوفر 4 او 1 اوفر 4 تايمز ان. انا بحاول اجمع لك كل المعلومات اللي انت سمعتها من مثلا كذا فيديو مختلف او الكلام ده كله، عشان خاطر اقول لك ان كلهم واحد. يعني 1 اوفر 4 ان تايمز ان هي ان اوفر 4، 3 اوفر 4 تايمز ان هي 3 ان اوفر 4. حلو الكلام. طيب واحده واحده بقى وركز معايا. انا لازم اعمل التيبل ده الاول، فانا بعمل كده اقوم كاتب ليس ذان، وفي على فكره مور ذان، يعني انت ممكن تحلها بليس ذان او مور ذان، بس انا بحب احلها اسندنجلي يعني بتبقى الطف. و25 مثلا، وهنا 30، وهنا 35، وهنا 40، وهنا 45. هي بتزيد كل مره كام؟ بص عماله تزيد 5 صح؟ يبقى هنا برضو هزود 5 زياده من عندي تبقى 50. طيب واجي ارص بقى، هكتب برضو هنا الفريكونسي العاديه خالص 8 10 7 و20، وهنا التوتال كام؟ 50. طيب تعالى معايا بقى هنا. هنا بقى الاكيوميليتيف فريكونسي، وهنا الفريكونسي بالمناسبه، تمام؟ وده الانترفال عادي خالص. طيب الاكيوميليتيف فريكونسي اول حاجه بتبقى الليس ذان بتبقى 0، بعد كده 5، بعد كده عشان خاطر اكمل بقى بعمل ايه؟ بصوا بعمل دول بلس بعض. 8 بلس 5 كام؟ 13. 10 بلس 13 كام؟ 23. 23 بلس 7 كام؟ 30. 30 بلس 20 كام؟ 50. يبقى انا كده ماشي صح. فهمت اللعبه؟ طيب انا دلوقتي لما اجي اعوض بقى الان عندي بكام؟ ب 50. حلو الكلام. بالمناسبه الان عندي بكام؟ ب 50. يعني انا لما اجي اعوض هنا هقول 1 اوفر 4 تايمز 50 مثلا. لما اعمل كده 1 اوفر 4 باي 50 تطلع 12.5. كلام جميل. طيب هي 12.5 دي بين مين ومين؟ بص كده انا عندي 0 5 13. دي هي هتبقى هنا، هتبقى في النص، ال 12 ونص من ال 5 وال 13 صح؟ طيب ساعتها بمسك الصف او الرو بمعنى صح، الرو اللي هو اللي قبله، يعني مش شايف النص هنا يبقى الرو اللي فوق على طول بستخدمه. طيب انا عندي كيو 1 اجيبها ازاي؟ بكتب الانترفال، تمام، بلس الاكيوميليتيف الفريكونسي الاول اللي هي طالعه لي، تمام، اللي هو المكان يعني، ماينس الاكيوميليتيف فريكونسي. لا تعالى نعدلها كده واحده واحده عشان ايه ما تتوهش مني. اهي الانترفال بلس الرقم اللي طلع لي اللي هي الاوردر ماينس الاكيوميليتيف فريكونسي على الفريكونسي. حلو. تايمز الويدث. الويدث ده يا جماعه، الويدث ده انا بشوف الانترفال بتزيد كام. هي هنا عندي 30 بقت 35، زادت كام؟ زادت 5، فبالتالي يبقى تايمز 5.
طب لو بتزيد 10 يبقى تايمز ايه 10، لو بتزيد 7 تبقى ايه تايمز 7 وهكذا. الكيو 1 او الكيو 3 يا جماعه الاثنين واحد، كلهم نفس الرول، اتفقنا؟ بس اول حاجه بجيب الايه الاوردر، بعد كده بجيب الفاليو. طيب لو طلب مني بقى انتر كوارتايل رينج مثلا بعمل كيو 3 ماينس كيو 1، او طلب سيمي انتر كوارتايل رينج بعمل كيو 3 ماينس كيو 1 اوفر 2 زي ما انا كاتبها لك في البورد اللي قبلها. طيب كلام منطقي وجميل جدا. تعالى بقى معايا، انا عايز امسح الجزئيه دي كده الحته دي، عشان ايه هنبدا نشتغل في الاشكال. انا ما عنديش عندي شكلين، اكتر شكلين مشهورين جدا يعني، هو ايه؟ هو البوكس بلوت. البوكس بلوت بيبقى عامل كده، تمام؟ وادي اهو، تعالى مش عايز تمسح ليه؟ هوبا هوبا، ايوه بس كده. طيب ادي من هنا كده، وقوم عامل خط كده اهو بالمنظر الجميل ده. طيب واحده واحده ركز معايا. دي اسمها مينيمم فاليو، طيب ودي اسمها ماكسيمم فاليو. طيب شايف ده كده الخط ده، ده اسمه Q1. طيب والخط ده اسمه ايه؟ Q3. خلي بالك بيبقى فيه خدعه شويه، يعني بدل ما يقول لك Q1 و Q3 هيقول لك ايه؟ ابر كوارتايل ولور كوارتايل، الاثنين صح ما تقرفناش، تمام؟ يعني لور كوارتايل يقصد بيه Q1، ابر كوارتايل يقصد بيه ايه؟ Q3. طيب وهنا ال Q2 او الميديان ده شغال وده شغال. طيب انا عشان اجيب الكيو 1 بعمل ايه؟ بمشي من عند الخط ده واعمل مطره 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 لحد ما اشوف الرقم هنا بكام واكتبه، مثلا هنا 20 يبقى الكيو 1 ايكوال 20 مثلا، تمام؟ تمام. تعالى معايا هنا مثلا، هنا مطره 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 مطره، هنا مثلا 45 يبقى كيو 3 بكام؟ ب 45 وهكذا. والمينيمم والماكسيمم نفس القصه. طيب الجزء بقى اللي انت جديد نوفي عليك اللي هو الستيم والليف. انا عندي ليف بالمنظر ده وادي ستيم بالمنظر ده. طيب واحده واحده، انا اهم حاجه عندي الكي. ها اهم حاجه عندي ايه؟ الكي. طيب يعني مثلا لما اجي اقول لك هنا 1 و2 و3 مثلا، حلو، هنا 7 و8 و9، وهنا مثلا 0 و6 وكفايه، وهنا 1 و3 و5. حلو الكلام. طيب انا لما اجي اكتب له الكي، الكي ده هو اللي بيوضح لي يا جماعه ده يعني رقم عادي انتجر ولا ديسمال، عشان بيفرق معايا جدا. طيب يعني مثلا لو عندي هنا 1، بص لو عايز اكتب له كي عشان لما يجي لك سؤال مقالي تعمله كده 1 وسلاش 7 معناه ان هي 17. ده اللي بيوضح لي، هتلاقيه مكتوب تحت كل تيبل هيجي لك في المساله، اذا كانت مساله عاديه سوري مقالي او سؤال تشوز. الكي تحت ده هو ده اللي بيفوقني، بيعرفني انا شغال ديسمال ولا شغال ايه بالظبط. طيب فبالتالي يا مستر 1 و7 دي 17 يعني ايه؟ يعني دي 17 و18 و19 و20 و26 و31 33 35. وبرده انا برصهم برده على جنب هنا ساعتها لما يكون مديني جدول، وعشان خاطر اطلع الكيو 1 او كيو 2 او كيو 3 او اي حاجه في الدنيا اقوم كاتبهم بره، اقوم كاتب له كده بقى، دي معناها ان هي 17 و18 و19. هو ميزته كمان ان هو مرتبهم، يعني دايما بيبقى كاتبهم بالصغير للكبير، 26 واقول له 31 و33 و35. طيب في شكل تاني من الستيم والليف؟ في شكل تاني من الستيم والليف. ايه هو؟ بيبقى معمول كده. الشكل التاني بيبقى جروبين، ادي المنظر اهو، ادي الليف، تمام؟ سوري يا جماعه، ده الستيم، معلش ده الليف، ده الستيم، معلش دي غلطه مطبعيه. طيب تعالى معايا بقى، انا عندي ده ستيم اهو، وادي الليف، حلو. مثلا هنا يبقى 0 و1 و2 و3، وهنا تبقى مثلا 0، لا سوري انا اسف، هنا 5 و7، وهنا مثلا 3 و6. حلو الكلام. وهنا 2 و5 و7، وهنا وهكذا. فاهمين قصدي؟ مش تفرق بقى. هنا 20، هنا مثلا 8 و9 وهكذا، هنا برضو. بس طب ايه الفرق بين دي وبين دي؟ طيب دي لما يكون عندي حاجه واحده بس، جروب واحد. هنا لو عندي اكتر من جروب
فباجي بكتبها ازاي؟ بصوا كده، دي مش معناها 50، لا دي كده 5 7 معايا، دي 3 و6. فبكتب له الكي، اقول له مثلا ايه، بس مش شرط اكتب له اول رقم، ممكن اكتب له اي رقم من دول. يعني مثلا ممكن اقول له ان الكي بتاعي هو عباره عن ال2 وال1، معناه ان هي 21. مش شرط يا جماعه يكتب اول رقم، يكتب اي رقم. يبقى الكي ده هو اللي بيحدد لي يا جماعه اذا كان هو انتجر ولا ديسيمال. طيب كده لحد هنا خلصنا شابتر 1 و2. الموضوع لذيذ وبسيط، انا مديك فرصه اهو عشان لو حبيت تاخد سكرين شوت او حاجه او تحتفظ بحاجه ليك، تمام؟ واتمنى تكون مش قاعد بتتفرج على الفيديو كده ايه اللي هو تسالي، اللي هو الله يا فنان. لا، انت المفروض حضرتك تكون كاتب ورايا وتأيد الكلام ده، لانه هينفعك، يعني هيسهل عليك كتير. انا بحاول اوفر عليك وقت مش اكتر، يعني عايز اوفر عليك وقت على قد ما نقدر. طيب حاجتك الجميله بقى وقهوتك الجميله، وركز معايا في الشابتر 3 اللي انت بتعشقه، يعني ايه probability، شابتر البعبع. طيب بص بقى، تعال نتكلم مع بعض على شابتر 3 ده. هو يا مستر الموضوع بحسه كبير قوي عليا يا معلم. احنا ما حلتناش غير تجربتين معروفين جدا، اللي هي بتاعت توسنج كوين. طبعا لما اجي ارمي كوين هتطلع هيد ايه او تيل معايا. طيب لما ارمي زهره هتبقى ايه 1 و2 و3 و4 و5 و6، مفيش اكتر من كده. طيب ايه الافكار الثانيه؟ يعني مثلا يقول لك انا عندي شنطه فيها 20 ايدنتيكال كارد، تمام، فيها 20 كارت مكتوبين مثلا من 0 ل 20، عايز probability مش عارف اللي هي مثلا تطلع رقم divisible by 5. الكلام ده كله سهل جدا. طيب اللي انت ممكن تتلخبط فيه او تعك فيه الدنيا ايه؟ هي الرولز، وخصوصا الرولز بتاعت السنه اللي فاتت اللي انت خدتها في ثانيه ثانوي في المات الترم الثاني. طيب تعالى معايا كده انا افكرك واحده واحده. انا بس عايز اقول لك اول حاجه ان انا عندي البروبابيلتي اوف A داش ايكوال 1 ماينس البي اوف A. طيب نفس الكلام لو بي طبعا هتبقى نفس الفكره. طيب اول حاجه نقدر نقولها البي اوف A intersected B equal ايه؟ equal probability of A plus probability of B minus اليونيون. طيب لو انا جيت قلت لك ال A union B بتساوي ايه؟ probability ال A plus probability ال B minus الانترسكشن. موضوع سهل. طيب لو انا جيت قلت لك ال probability ال A minus B هي عباره عن probability of A minus probability of الانترسكشن. طيب لو قال لك probability of B minus A يبقى probability of A probability of B minus الانترسكشن. طيب لو جيت قلت لك عندي ايه تاني؟ ها حاول تفتكر معايا. لو انا جيت قلت لك البروبابيلتي اوف A داش انترسكت B داش، خدت بالك انت من دي؟ probability of A داش intersect B داش. السؤال ده هتلاقيه عندك في النماذج الاسترشاديه. طيب واحده واحده، انا عندي داش وداش. تعالى كده يعني نتكلم مع بعض بالفلاحي. انا عندي داش وداش، هاخدهم بره، اخد داش بره كومن فاكتور كده بالمنظر ده. طيب الايه هتنزل ايه؟ بس الانترسكشن هتتقلب ايه؟ يونيون بي. حلوه اللعبه؟ يبقى انا لو خدت داش بره كومن فاكتور، الانترسكشن بيتقلب على طول يونيون. طيب واحده واحده، طالما داش يا جماعه يبقى probability الاي يونيون سوري انا اسف، عشان اجيب الداش اي داش في الدنيا عشان تجيب الاصل بتاعه بيبقى 1 ماينسه هو شخصيا. طيب كلام جميل. تعالى معايا لو قال لك بقى probability اوف ايه، انت دي تحلها معايا، انا عايزك تتكلم معايا كاني قدامك اهو. لو جيت قلت لك الاي داش يونيون بي داش، طب والله يا مستر قال لي ان الداش متكرره خدها كومن فاكتور، يا عم عينينا. بس المستر قال لي لو انترسكت اخليها يونيون، ولو يونيون اخليها ايه؟ انترسكت. الله. طيب يبقى 1 ماينس probability اوف ايه اوف ايه انترسكت البي. طيب ما اعتقدش ان في مشكله لحد هنا، دي معظم القوانين المشهوره. طيب تعالى معايا بقى القانون الجديد اللي عليك لانج، اللي انت اول مره تسمعه بودنك، اللي هو probability of A slash B. probability of A slash B. طيب واحده واحده، بتساوي ايه؟ بتساوي الانترسكشن، تمام، على
اللي بعد السلاش، يعني انا عندي بعد السلاش ايه؟ بي، يبقى probability اوف بي. طيب لو انا قلت لك probability اوف بي سلاش اي، حلو الكلام، يبقى probability اوف A intersect B على probability اوف A. طيب انا لما باجي احل مساله يا جماعه تشوز عامه في البروبابيلتي دي بعمل ايه؟ انا لما يديني الاي او البي مشكورا تمام بركنها على جنب، خلاص كده انت عملت اللي عليك وزياده معايا، مش عايز اكتر من كده منك. ساعات بقى يومين يقول لي يبقى واليونيون بكذا. طيب اليونيون ده اكيد ليه حكمه ان هو يديهولك، يا اما انت هتفك الرول بالمنظر ده كده وتجيب الناقص، يعني تجيب الحاجه الناقصه. يعني مثلا انت دلوقتي هو مديك اي وبي ويونيون ماشي، وعايز مثلا الاي ماينس بي. طيب تعالى فكر معايا، هي الاي ماينس بي بتساوي ايه؟ مش الاي ماينس الانترسكشن؟ الاي ماينس الانترسكشن فعلا يا مستر انت ما كدبتش. طيب نفس الفكره بالظبط، نفس الفكره بالظبط. انا معايا الاي بس انا معيش الانترسكشن يا مستر، اجيبها منين؟ يا ابني هو مديك اليونيون والاي والبي، ما اقدرش اجيب الناقص اهو. مش انا لو مديني اي وبي ويونيون يبقى انا اقدر اجيب الانترسكشن؟ اقدر اجيب الانترسكشن حتى لو كتبتها ايه شيفت سولف على الاله بس. فانت كل ما يجي لك قانون مثلا يقابلك، يعني كل ما يقول لك مثلا عندي اي يونيون بي تقوم كاتب القانون كده بخط صغير فوقيه، يمكن تحتاجه. ووارد على فكره، وفي عايز اقول لك في اسئله بيبقى غرضها ان هي تلخبط، يعني ايه يديك الاي والبي والانترسكشن يقول لك عايز الاي ماينس بي. طبعا انا في حاجات بتموتني بالضحك جدا، يعني بيقول لك ايه probability اوف A ماينس B عباره عن probability اوف A ماينس probability اوف B صفر. خلاص كده انت ما تكملش تعليم، خلاص يعني كده اتعشت قوي. تمام؟ لا ما تبقاش كده بعد اذنك، ركز احفظ القوانين وبص عليها كويس، وصدقني هتلاقيها في ورقه المفاهيم كلها. تمام؟ بس انت باحتياطي، لان وارد ايه في قانون يوم ايه مغفلك فيه، يعني ما يسالكش فيه ليه حاجه زي كده، يعني حاجه زي كده وارد جدا 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 ما يجيبلكش في الامتحان دي او دي. ليه؟ لانها كانت عليك في ثانيه ثانوي، هو يقول لك انا جايب لك ورقه مفاهيم مكرر ثالث سنه بس. فاهم؟ انت لعب على ايه؟ على الطرفين في كل حاجه. طيب تعالى معايا، في برضو شويه تريكات كده عايزين يعني نفتكرها مع بعض. انا مش عايزك تفوت حاجه خالص، الموضوع هيفرق معاك جامد. طيب ايه هي بقى التريكات دي اللي هي حته السلاش وال اللي انت خدتها في ثانيه ثانوي بمعنى اصح يعني. سؤال مثلا ممكن يقول لك حاجه زي ايه؟ يقول لك الاي انترسكت بي داش. اوعى تنسى الاي انترسكت دي حاجه خدتها السنه اللي فاتت، الاي انترسكت البي داش هي الاي ماينس بي، هي نفس الرول. تمام؟ طيب تعالى معايا بقى، لو انا جيت قلت لك مثلا عندي conditional probability او يقول لك الاي والبي are two independent event، اكتشفت ايه بقى؟ اكتشفت ان انا عندي probability الانترسكشن، حلو الكلام، بتساوي ايه؟ بتساوي الاي تايم بي. طيب لو قال لك ايه، لو قال لك if A و B are two mutually exclusive event، استفدت ايه؟ يبقى الانترسكشن بزيرو. دول معلومتين مهمين جدا يا جماعه، اتمنى ما يكونوش ايه وقعوا منك خالص وكنا عارفهم كويس جدا. طيب انا دي المنظر بتاعي اللي انا متعود عليه، او ده بمعنى صح كل حاجه انا قلتها. يمكن يكون الحاجه الوحيده اللي ناقصانا هي لما يقول لي مثلا probability of A dash slash B عباره عن 1 minus ال B A slash B. بس دي تعتبر معظم القوانين اللي احنا ممكن نحتاجها وممكن نحل بيها. طيب انا امتى اعرف يا جماعه ان هي conditional probability؟ خلي بالك عشان انا في كذا سؤال جه وحليناهم برضو هتلاقيهم محلولين ان شاء الله معاك في فيديو النماذج. لما يجي يقول لك نون او اف، تعرف على طول ان انت هتشتغل conditional probability، يعني هتجيب انترسكشن بمعنى صح معاك A و B. حلو الكلام؟ بس فانت لازم تكون عامل حسابك على حاجه زي كده، او بمعنى صح او حاجه ثانيه يعني ممكن تجيبها سهله جدا بالنسبه لك. سؤال مشهور جدا يقول لك ايه؟ يقول لك انا رميت الزهره ماشي، بيقول لك find the probability اهو
اون اكتب لك اكزامبل كده، والاكزامبل ده مشهور جدا. unrolling a die the probability of appearing number 5 known that خدت بالك انت من كلمة known the appearing of odd number مثلا. طيب اول حاجه عشان خاطر احل مساله زي كده يا جماعه، اجي بعد كلمه نون وبيقول لك ان هي تطلع اود نمبر، ماشي؟ هي كده كده هتطلع اود نمبر، ده انا متاكد منه. يبقى انا عندي كام ريزلت ايه الاود نمبر عندي في الزهره؟ هم 1 و3 و5. كلام جميل جدا. طيب بيقول لك هات لي probability of appearing number 5. انا عندي كام 5 هنا؟ شايف 5 واحده اهي. طيب طالما 5 واحده يبقى 1 اوفر التوتال اللي هو كام؟ اللي هو 3. يبقى الاجابه بتاعتي ايه؟ 1 اوفر 3. دي تريكات برضه لازم تكون عارفها كويس جدا. بس صدقني يا جماعه ما تفخمش المواضيع عليك وما تكبرش الامور، الموضوع سهل جدا. وزي ما قلت لك انت تلم معايا الدنيا هنا هتلم حاجات كتيره جدا والنقط. انا بقول لك النقط اللي انت واقع فيها، فاهم؟ اللي انت ايه، لا دي كويس انا افتكرتها تمام، لا دي كنت كده. انت جمع النقط دي كويس جدا، وصدقني مع حل النماذج الموضوع بالنسبه لك في الماده منتهي حرفيا. تمام؟ يعني النماذج بجد بجد هي لما كل حاجه، واللي انا بقوله لك ده التريكات اللي موجوده فين في النماذج. تمام؟ بص بقى معايا هننقل مع بعض على شابتر 4. شابتر 4 بقى بيقول ايه يا معلم؟ نيجي مع بعض يا جماعه بقى الشابتر 4، ماشي؟ اللي هو discrete random variable شابتر 4. طيب اول جزئيه يا جماعه عندي انا هيديني داتا فيها اكس واف اوف اكس، صح كده؟ طيب التيبل ده احنا متعودين عليه وشفناه كتير جدا، ومتعودين دايما ان هنا السميشن او التوتال لازم يطلع ب1. السميشن اللي تحت بس، مجموع اللي تحت بس لازم يطلع بكام؟ ب1. طبعا هم مش اتنين بس، ممكن يبقوا اكتر. طيب اول حاجه انا عشان اجيب الميو بتساوي ايه؟ بتساوي سميشن اكس ار اف اوف اكس ار. طيب نيجي نتكلم عن الفاريانس سميشن اكس باور 2 ار، ودي رخمه شويه بتبقى طويله في الحسابات. اف اوف اكس ار ماينس ميو باور 2. طيب ثالث حاجه عندي اللي هي ايه؟ الستاندرد ديفيجن بتساوي روت الفاريانس. طيب رابع حاجه عندي الكوفيشنت فاريشن بيساوي ايه؟ الستاندرد ديفيجن على الميو باي 100. دول الاربع قوانين اللي حيلتي اللي بستخدمهم. 3-4 اسئله على الاقل هتلاقيهم في كل نموذج استشاري، كل نموذج 3-4 اسئله. طيب عشان خاطر ما اسقطش الحاجات دي يا مستر بقى وضح لي ازاي اطلع دول. ما هو دول لو طلعوا صح المساله تطلع معايا اكس ما فيهاش غلطه. طب تعالى معايا بص يا دكتور، انا مبدئيا بعمل التيبل بتاعي. التيبل بتاعي بيبقى عامل ازاي؟ اهو تعالى كده هنسيب الحته الفاضيه دي كده للتيبل. ادي اف، ادي الاكس قصدي، وادي الاف اوف اكس، ماشي؟ وادي الاكس اف اوف اكس، وادي الاكس بور 2 اف اوف اكس. عظمه عظمه. اها. طيب ادي الاكس ار برصها اهي، وادي الاف اوف اكس اهي. اكس في اف اوف اكس يعني بعمل لدول ايه؟ باي. بعد كده اكس باور 2 معناها ايه؟ ان انا بعمل الخانه دي تايمز الخانه دي. يعني كنت بقول للولاد عندي ايه؟ الطلبه بتاعتي صحابي عارفيني صح؟ تمام؟ ايه؟ الاول في الثاني عشان اجيب الثالث. طب انا عايز اجيب الرابع، اعمل ايه؟ الاول في الثالث. اتفقنا؟ طيب اهو ما علينا، هي السبوره صغرت بس ما علينا. طيب نرجع لموضوعنا تاني. فدلوقتي يا دكتور لو جينا فكرنا مع بعض، احنا قلنا الميو بتساوي السمشن ده، التوتال اللي هنا ده، توتال الكلام ده. طيب اللي هو عاملهم بلس يعني. طيب اهو بلسات كده. هنا نفس الكلام لما اعمل لهم بلسات ماينس الناتج ده باور 2 هيديني الفاريانس. لما اجيب السمشن هنا تمام بتاع الكلام ده
يبقى انا كده جبت الايه؟ جبت الفاريانس. طيب يبقى تاني عشان نفتكر، الميو هي المين، المنظر ده سيجما باور 2 اللي هي الفاريانس، تمام؟ ودي ستاندرد ديفيجن. طبعا انت المفروض تكون عارف المسميات دي يعني، ودي كوفيشنت فاريشن. طيب ده كده ايه؟ اول جزئيه معايا فين؟ في شابتر 4. طيب تاني جزئيه بقى، ودي بتبقى اكتر حاجه رخمه معاك، ايه هي؟ بص يا دكتور، فكر معايا كده واحده واحده وركز ونقل الكلام ده كده، مش عايزك توقع حاجه. هنرجع تاني يا جماعه نكمل الجزئيه بتاعتنا. لما اجي اقول لحضرتك دلوقتي البي، نتكلم عن الجيومتريكال بقى ديستريبيوشن. حلو الكلام؟ طيب انا عندي يا دكتور البي اوف الجي ايكوال الان، الرول بتاعتها سهله جدا وواضحه جدا، بتساوي ايه؟ الاس في 1 ماينس الاس باور ان ماينس 1. تمام؟ طيب هو كده هيديني الفاليو دي وهيديني الان اللي هي عدد المرات. ماشي؟ في مشكله حد هنا؟ ما اعتقدش ان في مشكله. واوقات دايما يجي يقول لك ايه مثلا، سؤال يقول لك الجي عندي تبقى 0.4، بعد كده يجي يقول لك عايز probability اوف سكسس فبتعمل 1 على 0.4. دي شغاله ودي شغاله، او دي يعني دول الطريقتين في الاسئله بمعنى اصح. بتيجي كده اهي، او بتيجي كده. طيب ودي لازم يجي لك منها سؤال، لازم يجي لك منها سؤال، دي برضو حالين منها كتير جدا في النماذج الاسترشاديه. طيب تعالى معايا بقى تاني في الباينوميال. الباينوميال دي انا سهلتها عليك خالص. باينوميال قلت لحضرتك عشان خاطر بنحلها بالكالكليتر. تمام؟ طبعا في حاجات تانية كتير بنحلها بالكالكليتر، بس انا فضلت ان انا اشرحها عشان خاطر يعني شفت منها في المقال كتير فقلت اشرحها، فاهم قصدي؟ باحتياطي. طيب هنا بقى بالكالكليتر بتجيبها ازاي؟ اول حاجه بتعمل مود، بعد كده ستات. حلو الكلام؟ طيب بعد كده بتعمل شيفت 1، بتختار حاجه اسمها بي اي ان ام. حلو الكلام؟ طيب لما تختار بي اي ان ام دي هتديك ان، وهتديك البي، وهتديك الاكس. البي دي هي البروبابيلتي بتاعت السؤال، مثلا فلتكن 0.5 اللي هي هاف. حلو؟ والان دي مثلا اللي هي الثيرد تيريال، بعد مثلا تالت جوله. حلو؟ والاكس دي هي ايه؟ القيمه اللي هيديها لك برضو، الاكس ايكوال كذا. حلو الكلام؟ فتكتبها بس وتدوس ايكوال، هتديك الناتج عادي جدا بسهوله ما فيهاش اي غلطه. وده بكده اول جزئيه عندي في شابتر 4 اللي عاملين منها قلق. طيب تعالى معايا بقى في الجزء الثاني اللي هو بنستخدم فيه التيبل اللي هو بيبقى مضايقك ده. تمام؟ واحده واحده. انت بيجي مع حضرتك في ورقه المفاهيم بالمناسبه في ورقه كده اللي هي اسمها الزد تيبل، تمام؟ او النورمال ديستريبيوشن. طيب النورمال ديستريبيوشن بتاع حضرتك ده هو والله عباره عن بيدي لك احتماليه بين رقمين، فانت بتيجي تحلها مع بعض ازاي؟ بالمنظر ده كده مثلا، يقول لك البي اوف 0 والزد، وهنا مثلا اي. حلو الكلام؟ طيب انا اختصارا ليك عشان ما اضيعش وقتك، انا هعمل لك التيبل كله وهرجع لك تاني عشان تبقى الدنيا اسهل لك واوفر لك في الوقت. اهو رجعت لكم يا جماعه، بدل نوفر وقت بدل ما ايه نقعد نحرق في كل ده. بص يا دكتور، الموضوع ما فيه عشان اقدر احل مساله زي كده ما غلطش ابدا فيها، سهله قوي. اول حاجه بطلب من حضرتك النورمال ديستريبيوشن بالمنظر ده كده اهو، اهو يا معلم، اهو، اها. طبعا احنا عارفين ان هنا زيرو صح كده؟ طيب وعندي من هنا مثلا الاي. حلو؟ طيب صدقني انا مش محتاج اعرف حاجه من الرسمه دي، انا اعلمك طريقه سلسه جدا، طريقه سلسه جدا ايه بدل الرسمه ووجع القلب. تعال اقول لك، بص يا دكتور، هو هنا عايز الزد مثلا سمولر ذان الاي او سمولر ذان نيجاتيف ايه، مش تفرق. احنا هنتخيل ان انا الزد، ماشي؟ ان انا ايه؟ الزد. هو بق السمكه هنا باصص لي؟ لا مش باصص لي، صح؟ يبقى 0.5 بلس بق السمكه اللي هو ده اللي هو جريتر ذان وسمولر ذان. معايا؟ تاني يبقى بتخيل نفس الزد، تمام؟ احفظها معايا كده، انا الزد بق السمكه باصص لي؟ لا مش باصص، خلاص يبقى 0.5 بلس. بلس ايه بقى؟ بلس الرقم اللي هيطلع من التيبل بتاعي اللي في الورقه بتاعتك اللي انت عارفها، اللي هي بيبقى فيها كده بالمنظر ده، يقول لك ايه 0.00 وهنا 0.1 0.2 0.3، فاهم قصدي؟ وهنا دي بتبقى مكتوبه كده بالطول، وهنا بالعرض ايه 0.01 او 0.02 وهكذا 0.03 وهكذا. فهمت اللعبه؟ دي تبقى موجوده لحد 2. فهمت اللعبه؟ طيب يلا بينا. فانا بطلعها من التيبل، حلو الكلام، واشوف الرقم بتاعها كام. هيطلع مثلا رقم هنا او واخد الرقم ده كاتبه هنا معوضه،
واشوف الناتج يطلع كام. بعمل 0.5 بلس الرقم اللي طلعته يديني الناتج، يبقى هي دي الايه الاجابه. طيب افرض بق السمكه باصص لي، افرض بق السمكه ايه باصص لي، طلع باصص ب 0.5 ماينس، يبقى بق السمكه مش باصص لي 0.5 بلس. تمام. لكن بق السمكه باصص لي يبقى ايه 0.5 ماينس. الله. طيب 0.5 ماينس اللي في التيبل هدور عليه في التيبل هنا اقوم كاتبه. يعني انا بشوف الرقم ده كام وادور عليه في التيبل وارجع اكتبه هنا واحسبه على 0.5 ماينس الرقم ده والناتج اللي يطلع اقوم كاتبه. طب تعالى معايا بقى، افرض حطني بين رقمين A و B. تمام. انا لا عارف الاي بكام ولا البي ايا كان بقى، هنا مثلا 1.6 وهنا مثلا 2.01 مثلا، ايا كان مش فارقه معايا. المهم انا عندي رقمين بين هنا وبين هنا. تمام. طيب الرقمين دول اول حاجه هسال عليهم هما بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف صح؟ او ايه رقم بوزيتيف والبي رقم بوزيتيف، يبقى اخلي ماينس بينهم، يبقى اخلي ماينس ايه بينهم. يعني انا هشوف هنا ده في التيبل بكام. تمام. وهشوف ده برضو في التيبل بكام. حلو الكلام. واعمل لهم ماينس بعض، اشوف القيمه اللي هنا والقيمه اللي هنا واعمل لهم ايه ماينس بعض. كلام جميل ومنطقي جدا. طيب تعالى معايا بقى، افرض ان هو جه انا عندي رقمين هنا ماشي، واحد ايه واحد بوزيتيف سوري الاثنين نيجاتيف، او واحد نيجاتيف واحد بوزيتيف، الاثنين نيجاتيف او واحد نيجاتيف واحد ايه بوزيتيف، يبقى انا هحط بلس. طالما انا شميت ريحه نيجاتيف في الموضوع في غدر يبقى بلس على طول يا باشا، ماليش دعوه. يبقى لو هما بوزيتيف رقمين بينهم وبين بعض بوزيتيف، يبقى انا اشوف دي في التيبل بكام ودي في التيبل بكام واعمل ماينس. لكن لو انا عندي رقم نيجاتيف ورقم بوزيتيف بعمل ايه بلس. تمام. او رقم نيجاتيف ورقم نيجاتيف بعمل ايه بلس. بشوف التيبل هنا بكام برضو، الايه في التيبل بكام والبي برضو نفس الكلام في التيبل، واعملهم بلس واحسبهم على اشوف الناتج يطلع كام واختار. طيب افرض بقى مستر هو مديني رقم هنا بالنيجاتيف وهو الرقم ده بس بتبص في الناحيه دي، يبقى هعمل ايه؟ يبقى انا هشوف الرقم ده بكام في الورقه واعمل له تايمز 2. تايمز ايه 2، يبقى 2 تايمز الرقم اللي يطلع لي فين في التيبل. يبقى تعالى بقى معايا تاني نعيدها. بق السمكه ايه مش بصالي 0.5 بلس. طب بق السمكه باصص لي، ابقى كام على اساس ان انا الزد ماشي. طيب تاني يبقى الزد بق السمكه مش باصص لي يبقى 0.5 ايه بلس. طيب بق السمكه باصص لي يبقى 0.5 ايه ماينس. حلو. طيب يا مستر انا بين الايه ها وبين الايه البي، انا بين الايه والبي بس الاثنين بوزيتيف، يبقى هشوف الايه بكام والبي بكام اعمل لهم ماينس عشان الاثنين بوزيتيف. طب لو الاثنين نيجاتيف اعمل لهم ايه بلس. طب لو واحده نيجاتيف وواحده بوزيتيف اعمل ايه بلس. طب لو واحد نيجاتيف واحد بوزيتيف حلو كلام وانا يعني بس نفس الرقم يبقى ايه 2 تايمز الرقم اللي يطلع ايه بتاعي في التيبل. طيب لكن بقى افرض لو انا يا مستر محطوط بين رقم وبين زيرو. تمام. بشوف الرقم ده فين في التيبل واكتبه عادي جدا مفيش اي خطر عليه. بس دي قصتي كلها يا جماعه مع شابتر 4. المنظر ده السؤال ده خلي بالك يعني برضو من 3 ل 4 اسئله بيجي لك. تمام. فانت ايه حاول ما تغلطش فيه، صدقني الخريطه اللي قلت لك عليها دي يعني ايه مش هتلخبطك خالص ان شاء الله. انت احفظها بحوار بق السمكه ده هتفرق معاك جامد. طيب تعالى معايا يا دكتور بقى في تشابتر 5. انا بدور يعني بص دماغي من كتر والله العظيم التعب والوش، يعني انا بدور على بشور عشان امسح البورد. انتوا تخليني وجع الدماغ انا خلاص بيتراح في داهيه. طيب شابتر 5 يا جماعه بيتكلم عن ايه؟ افتكر معايا. هو كان بيتكلم يا مستر والله عن ايرور وشويه ايه اريثماتيك مين وحركات والسامبل سايز والكلام ده كله، بس ممكن حضرتك تفكرني بيه؟ حاضر. يلا بينا بقى اقول لك احسب ازاي الايرور. تمام. هي عباره عن زد الفا اوفر 2 باي سيجما اوفر روت ال. تمام. ده ستاندرد ديفيجن واحنا عارفينه. تمام. وده الكونفيدنس ليفل بتاعي بس هو بيدولي بالبرسنت. خلي بالك يعني ايه معظم الوقت بيديلي بتبقى 95%، لما يديني 95% بتبقى 1.96. تمام مستر معلش برضو هي خلي بالك يعني قول مثلا 50% انا اسف 90% من الامتحانات عندك بتاعت النماذج الاستشهاديه بنزل لها 95% عادي فبتبقى 1.96 وانت عارف كده كويس لما ذاكرت الشابتر ده لما كنا واخدينه. بس انا بجيت افكر يا مستر افرض هو بيديني رقم تاني غير ده هعمل ايه؟ الرقم تاني غير ده يا جماعه مثلا لو قال لك 96
عارف انا اعمل ايه؟ اول حاجه انا هحوله لفراكشن فيبقى 0 سوري ديسيمال فيبقى 0.96. بعد كده اعمل لها ديفايدد 2. اعمل لها ديفايدد كام؟ 2. واشوف الناتج يطلع معايا كام. الناتج ده هدور عليه فين؟ في الورقه اللي هي بتاعت الزد تيبل بتاعتي او النورمال ديستريبيوشن بتاعتي. بس هدور عليها تمام واشوف الرقم ده بكام. اتفقنا؟ فيبقى ساعتها هعوضه مكان ال 1.96. بس احنا معظم شغلنا 90% منه 95 كمان في المية منه ب 1.96 دي. تمام؟ عشان بيقول لك الكونفدنس ليفل ساعتها ب 95. طيب طبعا يا جماعه اوقات كتير جدا بيجيب لك يا اما عايز الايرور يا اما عايز الستاندرد ديفيجن يا اما عايز النمبر او السامبل سايز. مش النمبر اوف سامبل، لا عايز السامبل سايز. السامبل سايز ده يقصد بيها ايه؟ الان. تمام؟ فحضرتك هتحلها ازاي؟ شيفت سولف عادي. الموضوع سهل ما فيهوش اي كلكعه يعني. الموضوع سهل. طيب بص كده يا دكتور، طبعا انا حبيت اكتب بقى الكونفدنس انترفال بتاعتي، فانا بعمل ايه؟ بجيب الاريثماتيك مين بماينس منها اي مره، يعني بجيب الايرور الاول تمام وازوده على الاريثماتيك ومره انقصه. ده بيبقى اسمه يا جماعه ابر بورت، عشان ساعات بيقول لك الابر بورت ايكوال كذا تمام، وده اسمه اللور بورت. وبكده يا جماعه انا اكون لخصت لك القصه كلها، او بمعنى صح اديتك الحاجات المشهوره قوي اللي انت محتاج لها قوي. يعني انت لو واقع في الماده ولميت القوانين والدنيا كده معايا، صدقني الموضوع هيفرق معاك جدا وهتبقى احسن واحسن. تمام؟ طيب كل اللي هتعمله لحضرتك بعد ما نخلص الفيديو ده تمام، هتراجع على الشغل بتاعنا اللي احنا قلناه من شويه ده وخلصناه، وتبدا تمسك بقى نماذج استرشاديه تبدا تحل واحده واحده كده معايا. برضو انا كل حاجه شارحها وحللها ان شاء الله في فيديو كده للنماذج الاسترشاديه، هتبص عليها وتحلها وواحده واحده وما تقلقش. زي ما قلت لك الدنيا سهله والله، بس اهم شيء عندي عشان خاطر تضمن نفسك انك تحل. ما ينفعش وانت كده ايه اللي هو بالحب تقعد تتفرج تقول الله لا دي تحفه، او مثلا ما تيجي تحل مساله فتقول يا عم دي سهله ده انا اعوض بقانون مباشر. لا يا عم ابوس لك عوضها معلش وحلها. تمام؟ لازم تعمل كده. ليه؟ عشان خاطر حضرتك الموضوع هيفرق معاك كتير جدا 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 في الممارسه. يعني الممارسه بتخليك الحاجه حاضره في ذهنك دايما، مش بتتلخبط او حاجه، خصوصا ان دي رياضه وانت انا عارف انت عاشق للماث بصراحه. يعني عارف ده كان بيجري في دمك، يعني دخلت ادبي يعني ما كانش قصدك، يعني جت بالغلط. فاهم؟ بس فان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرمك. اسعى وهات اخرك، هات اخرك. مش ما فيش حاجه اسمها اخر ماده ما بتذاكرش والكلام ده، انساها. لا هات اخرك تمام، واتعب وربنا ان شاء الله هيجازيك خير عن كل تعب. وانا هفضل معاك. اي حاجه واقفه معاك او اي سؤال مش جاي على هواك صوره وابعته لي على الواتساب، انا هشرحه لك. انا سايب كده رقمي تحت وسايب لك برده شويه حاجات كده في الديسكربشن مهمه جدا. انا معاك وهفضل معاك ان شاء الله لحد اما تخش باب لجنتك كده باذن الله، ومش هسيبك. وخلي بالك من نفسك واشوفكم على خير ان شاء الله. وانا بحبك وبحب من يحبك. ربنا يوفقك باذن الله. السلام عليكم.